احنا كده ان شاء الله احنا كده اتغدينا وبعدين بنشرب دلوقتي الساقع وبعد الساقع هيجي لنا الشاي ولما احكي لك في شاي يا عم ها لا هو في شاي عشان عارف الشاي مع سجارة يا عم الحاج عشان استاذ رفعت مش عاوز اخليه يشرب سجاير. والله انا بسجل الحاجات دي كلها عشانك لان لو قعدت هنا معانا كنت هتضحك ضحك والله انت حظك بقى كده يا باشا معلش. والله يا شيخ انا على ما بقول المده مطوله ايوه سيبهم كنت عايز احضر القصب معاي واوريه ويسجل ايوه واخليه يشوف البطاقه كيف تتعامل. لا كده 100 يا باشا 100 نيجي لكم دايما في الافراح ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبي. ايه يا حاج سعيد انت شايف اشرب بقى البئس بتاعك اشرب بقى البيبس اشرب يا باشا. ايوه ما انا اهو هشرب اهو. لكن بقول لك يا حاج عبد الغفار انا كنت سمعت منك كده قصة بتاعت جاموسة. ما قلناها حتى الجنات. عفوا يا باشا عفوا راح وسحها يا حبيبي راح يعملها البطة راح طب يا عم هتبقى انت البطولة بتاع الفيلم. يا راجل دي حته الجاموسه اللي مع واحده غلبانه. ايه اللي حصل يعني؟ ما انا مش عارف ايه اللي حصل. جابوها لها جماعه وطلعت عيانه. الجاموسه عيانه طلعت عيانه. طلعت عيانه. انا الوكيل ما رضاش تاكله قلت لها يا رايك رجعيها كويس رجعيها لاصحابها. راحت لسيدها اللي جايبها قالت له ايه رايك؟ قال لها ايه رايك خليها شهر او 30 يوم او حاجه زي كده. خليها احنا كده ندكنا فيها. الدكنه فيها يعني الدكنه يعني غلبونا فيها. خليها وانا هوزعها. كويس. ما خدش 10 ايام وعيد. التعب زاد عليها. زاد عليها. نامت في الارض. ايوه راحوا جابوا لها الدكتور. جبت الدكتور قاعد تحت فيها في الحقن. يا دكتور ما هي حتموت. دور يعني الحالة تعبانة فعلا. تعبانة فيها يعني سخانة وتعبانة خالص. ايه ده هو كمان الحاجات دي بتسخن؟ ايوه بتسخن. يا سبحان الله. خد الدعم ومناد الراجل ومشى. انا على ما رحت جايب بندقيتي لقيتها وسالت عليها بقول لها جاموسة عامله تقول لي مات. لا اله الا الله. قلت لها يخلف عليك يا ربنا بالحلال جاء ثاني يوم العصر الدكتور جاي استشارة بقى جاي يطمن عليها يعني. قلت له ما يعني قلت له ارجع بعربيتك ما تكملش. ما كملش حتى ماتت الجاموس. يا نهار ابيض. قصص جميلة والله قصص جميلة. نجي لكم دايما في الافراح يا حبيبي كده وربنا يطمنا عليكم كده حاضر يا باشا. دي تسجيل رقم 2 من منزل الحاج حمام وسلام مؤقت دلوقتي. سلام عليكم.